في مسجد اهو، ده الترجمان، موقف الترجمان عشان نركب فيه ان شاء الله. رايحين متوجهين دلوقتي لبورسعيد نقضي يومين كده. الناس بورسعيد بعد حفر قناه السويس. ده محمود فاكره من التعليم، فسيبوا البني ادم المتعلم ده ملناش دعوه بيه. فان شاء الله هنركب من الترجمان السوبر جيت. هو ده اقرب ليا للبيت، فانا باجي اركب منه دايما. يعني في ناس بتروح تركب من التحرير وكده، انا بحب اركب من موقف الترجمان عشان قريب ليا خالص من البيت. فبركب فيه، ما انا عارف. وان شاء الله هنروح نقضي يومين في بورسعيد، وان شاء الله تبقى سفريه حلوه ان شاء الله. شارع الدلتا، ركبنا شارع الدلتا عشان هو اللي طالع دلوقتي 7:30. 7:30 105. وهنا سوبر جيت 105. محمود دقيق. السوبر جيت 115. لا هو عنده في اي بي 150 طالع دلوقتي. عنده في اي بي، اللي عايز في اي بي بقى ده بنخليه للضروره القصوى بقى. لما كده احنا بنحاول اللي هي ايه في القليل. اهتم اهتم الدخول اهو، وانا نازله اهو، هنزل على رجلي. ايه الراجل قال لي شباك 3. لا 3 اهو. ده فندق اثيوبيا من بره. ده الفندق. قولوا جوه، قولوا جوه، قولوا جوه، قولوا جوه. دي كده دخلنا من الباب ورايا للفندق اهو. محمود اهو، فندق اثيوبيا بورسعيد. انا عملت فيديو قبل كده في ميدان المنشية. انا عملت فيديو قبل كده من سنه ومن سنتين كمان، فالفيديو موجود عندكم في الصفحه في اليوتيوب، ممكن تتفرجوا عليه. بتخش من الباب، اول ما تخش من الباب ووريتكم الطرقه بره بتلاقي السريرين. طبعا دي الاوضه اللي هي الزوجيه، الفردين. في تكييف، في مروحه. انا بحب حكايه التكييف مع المروحه دي قوي، بيجيب هوا ساقع كده. وفي ميني تلاجة، اللي هي التلاجة الميني دي. ودايما بيبقى فيه ضيافة لما تخش، اللي هو بيبقى ازازة مية وكتل وشاي واضافوا السنة دي ده كوين سكول. في طبعا الفطار لو عايز بتضيف فلوس. وبعد كده بتلاقي الحمام، ودي الدولاب، و ده حمام، في دش وفي سخان، حمام حلو. اوعى المرايه عشان ما تطلعش يا ابني. ودي المرايه محمود فيها اهو، فين محمود؟ ايوه هو ما يطلعش. وزي ما انتم شايفين هو الفندق حلو. دلوقتي العرض اللي موجود بنص الثمن، اللي هو 595. هو في العادي بيبقى 1400 دي الليله. هو عيبه الوحيد انه ما فيش تلفزيون. هو ما فيهوش تلفزيون وما فيش اسانسير. هو في الدور الرابع فما فيهاش اسانسير. يعني في ادوار. يعني مثلا انت وحظك بقى لما بتحجز من بدري بتاخد الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث، الدور الرابع. بس هو حلو وقريب منك كل حاجه. يعني انت من ورا هنا في ميدان المنشيه. فميدان المنشيه انت قريب من كل حاجه. وراك بتروح تركب المعديه تروح بور فؤاد. التاكسي طبعا عندهم هنا بيبقى رخيص، اللي هو ب 15 جنيه اي مشوار صغير. لا هو زاد السنه دي بقى مشوار كبير 25. بس 15. يعني 15 20 كده في المشاوير الصغيره. قريب منك البحر، بتاخد بتاكسي بالكتير قوي ب 15 جنيه تروح البحر في التاكسي. فهو الفندق حلو. يعني هو الفندق حلو صراحه، والناس اللي فيه ذوق محترم. فده يومين ان شاء الله، وهنقعد فيهم كده ونعمل حاجات، واوريكم حاجات كتيره ممكن تروحوها هنا في بورسعيد ان شاء الله. صح ان شاء الله. ان شاء الله. هريح دلوقتي عشان انا جبت لكم الفيديو مطبقه من امبارح ما نمتش. باي باي. ده المطعم. ده المطعم في الصورة. انا بحب الصورة دي قوي، تحسسني انها حقيقة. في تلفزيون بس مفيش تلفزيون.